بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا به في الصالحين، وأن يرحمنا برحمته سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من أمته في هذه الحياة، وأن يجعلنا من السائرين على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه لا سبيل إلى الله إلا عن طريق رسول الله، ولا سبيل إلى الله إلا عن طريق كتابه سبحانه وتعالى، وهي الرسالة الخاتمة، وهي الرسالة الأبدية التي ترتبط بهذا الإنسان وحياة هذا الإنسان. هذه هي الحلقة السادسة، والتي إن شاء الله ستكون تحت عنوان نزول القرآن الكريم وتدوينه. تحدثنا في الحلقات الماضية عن مكانة القرآن وتعريف القرآن وخصائص القرآن، ورأينا كيف أن هذا الكتاب باعتبار مصدره أنه هذا مصدر متعالي، وبالتالي لما نتكلم عن النزول فيه هذه خاصية أن هذا الكتاب ليس كتابا محليا، ليس كتابا من البيئة التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر الإنسان من طريق التأمل أو من طريق النظر أو من طريق العلوم التطبيقية يسعى لتأليف كتاب. لا، الكتاب ليس هكذا. ولذلك القرآن الكريم يعني يتميز بخاصية النزول، فالسماء والأرض، يعني يتنزل هذا الكتاب من فوق سماوات الله سبحانه وتعالى، ومن عنده جل جلاله يتنزل إلى هذه الأرض. وطبيعة التنزل هذا نراعي فيها خاصية الربوبية والعبودية، فالعبد متلقي والرب سبحانه وتعالى آمر وناهي ومعلم وهادي جل جلاله. فكتاب الله سبحانه وتعالى له 3 تنزلات للقرآن، 3 تنزلات. الحالة الأولى هو أن الله سبحانه وتعالى له تدوين لكل ما يريده سبحانه وتعالى بالبشرية من لحظة خلقها وإلى قيام الساعة. هنالك شيء اسمه اللوح المحفوظ، اسم هذا التدوين اللوح المحفوظ، فيه كل ما أراده الله سبحانه وتعالى بالقوانين الكونية وبالأمور التي يريدها الله سبحانه وتعالى من الكون الطبيعي والكون البشري إلى قيام الساعة. فالقرآن الكريم كان في هذا اللوح المحفوظ، فهذا هو التنزل الأول. يعني الله سبحانه وتعالى عبر عن مراده وما يريده في هذا اللوح المحفوظ، فمدون هناك. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول مثلا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فإذا هذا القرآن الذي بين أيدينا أين كان قبل أن ينزل إلينا؟ كان في اللوح المحفوظ. وهنا طبعا أيها الإخوة قضية الكتب المذكورة في القرآن الكريم هذه من القضايا التي حقيقة إذا تعمق الإنسان في هذا القرآن الكريم واستفاد المسلمون من طبيعة هذا القرآن، فإن فيه من العلوم والمعارف وطريقة التدوين وطريقة التخطيط وطريقة يعني ستلاحظ هنالك جملة من الكتب، فهنالك اللوح المحفوظ وهنالك الكتاب المبين وهنالك الإمام المبين. هذه كلها كتب يعني تعبر عن ما أراده الله سبحانه وتعالى وما قدره بالعباد، وبعضها يعبر عن الإرشيف البشري بعد وقوع الحوادث مثل الإمام المبين. فهذه كتب الله سبحانه وتعالى دون فيها مراده. هنا نلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا من خلال اللوح المحفوظ ووجود الخطة البشرية فيه أهم ما يستفيده الإنسان من ذلك كيف يمكن أن تضع خطة استراتيجية بعيدة المدى لحياتك، سواء كنت فردا أو لشعبك وأمتك إذا كنت أمة وشعب. فهنا نلاحظ نفي الارتجال ونفي العبثية ونفي أن الإنسان والله رزق اليوم كما يقال باليوم. لا، الله سبحانه وتعالى يعلمنا هذا الكتاب، كتاب اللوح المحفوظ. هذا اللوح المحفوظ فيه كل ما أراده الله من لحظة نشأة البشرية إلى قيام الساعة. لما خلق الله كما هو معروف أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة.
طبعا يكتبه بأمر الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يملي القلم ليكتب، والقلم يكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، ومما كان هو هذا الكتاب. فهذا الكتاب باعتباره كتاب خاتم وهو الكتاب الأخير فإنه كان في اللوح المحفوظ. هنا طبعا لا نتدخل في قضية ما هي لغة اللوح المحفوظ، الحرف الذي تكتب به، هذه كلها أمر إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن بعد ذلك هذا الكتاب من اللوح المحفوظ خرج إلى التنزل الثاني، يعني من اللوح المحفوظ أخرج القرآن ونزل إلى السماء الدنيا، هذا التنزل الثاني. فالأول هو وجوده في اللوح المحفوظ، ثم انتقال من اللوح المحفوظ إلى عالم السماوات وهو نزوله إلى السماء الدنيا. وهنا طبعا تبدأ معنا نحن مسألة النزول الثاني، وهو نزوله في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الله عز وجل يقول إنا أنزلناه، أي هذا القرآن أنزلناه في ليلة مباركة. طبعا هنا في سورة الدخان يتكلم عن الليلة المباركة، ولكن لا يحدد ما هي هذه الليلة، في أي الليالي، هل هي في شعبان، في رمضان، في لا، ذكر الله هنا الليلة المباركة ولكنه لم يشير إليها. سماها في سورة أخرى بليلة القدر، في سورة القدر سماها ليلة القدر، فقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. وحدد بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنها في رمضان في العشر الأواخر، وربما تكون في 27 من رمضان. فعلى كل، في ليلة القدر نزل هذا الكتاب، أخرج من اللوح المحفوظ ونزل إلى السماء الدنيا دفعة واحدة. هنا أيضا لا أريد الآن أن أدخل في تفاصيل تتوه بالمستمع والمشاهد في قضية إنه والله هل كل من الألف إلى الياء، أم هنالك كتلة معينة داخل الكتاب وهي كتلة الثابت الذي لا يحتاج إلى تغيير، وقضايا المناسبات والأسباب والأمور هذه فيها ما هو نازل من الله وليس من اللوح المحفوظ. هذه قضية ربما يتكلم فيها الاختصاص دارسين للقراءات علوم القرآن، ولكن ما يهمنا هو أن الكتلة الأكبر من هذا القرآن نزلت في ليلة القدر، هذا التنزل الثاني. بعد ذلك التنزل الثالث هو نزول هذا القرآن من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم منجما ومفرقا، تنجيم هو التفريق، خلال 23 سنة. فظل هذا القرآن يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا، كما قال الله سبحانه وتعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب منجما ومفرقا، قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وفي ذلك طبعا من الحكم العظيمة هذا التفريق وهذا التنزل. لماذا؟ هذه حتى تتربى الجماعة المؤمنة شيئا فشيئا، ويكون الناس حديث عهد دوما بالتلقي. يعني فرق كبير بين أن تنزل لك دفعة واحدة وأن تكون دوما بعهد مع السماء، تتلقى كلام الله بين فترة وأخرى، ويتنزل أحيانا وفق مناسبات معينة، يعني حوادث معينة وغيرها. هذا كله أشار الله تبارك وتعالى إليه بأنه نزله مفرقا. ولكن هذا التفريق كان يزعج المشركين وكان يزعج الكفرة، يريدون كتابا يتنزل مرة واحدة، كما قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يقول الله عز وجل في الحكمة من ذلك كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يا سبحان الله، يعني انظر كيف أن حكمة الله تقتضي أن يكون هذا التنزل المفرق هو تثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هنالك حوادث، هنالك آلام، هنالك أوجاع مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله في كل مرحلة تمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة من الأحوال إلا ويتنزل عليه شيء يثبته عليه الصلاة والسلام ويعينه في مسيرته. ولاحظوا مثلا لما حصلت له وفاة عمه أبو طالب ووفاة زوجته خديجة، هذا العام الذي سمي بعام الحزن، ثم فجأة تنزل سورة يوسف عليه السلام، ويعيش النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة العظيمة، كيف أن يوسف عليه السلام تحصل له مشكلة مع إخوانه بسبب حب الوالد له، ويحصل ما رأينا في هذه القصة العظيمة. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يستأنس بذلك ويدرك بأن ما هو فيه ربما يكون قليل بالنسبة لما كان عليه هذا النبي العظيم يوسف عليه السلام، فيخفف ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويختم الله عز وجل سورة يوسف بقوله لقد كان في قصصهم عبرة، فيستفيد النبي صلى الله عليه وسلم من عبر السابقين، فيحكي الله له قصص نوح وهود وصالح وما مروا به ومن الصعاب،
فينظر إلى أن هؤلاء السابقين وهو اللي يسير في دربهم عليه الصلاة والسلام. هذا التنزل الثالث حكمته هو تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتربية أصحابه شيئا فشيئا، والانتقال بالمجتمع المسلم بشكل متدرج وبشكل طبيعي، ومحاولة رعاية الثوابت أولا وتثبيت الأصول، ثم الانتقال بعد ذلك إلى الفروع، انتقال من الكليات إلى الجزئيات، حتى إذا ما ترسخت القيم الكلية والقيم الثابتة نزلت بعد ذلك في المرحلة المدنية التشريعات المفصلة. وبالتالي كان في ذلك حكمة عظيمة غفل عنها الكافرون وغفل عنها المشركون، فكانوا يطالبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. نأتي بعد ذلك إذا كان هذا هو التنزل، هذا هو طبيعة التنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا. نأتي طبعا طبيعة هذا التنزل هو كان أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، نزل عليه جبريل أول ما نزل فغطى النبي صلى الله عليه وسلم وضمه، وكان هذا أول محاولة أو أول حضور لجبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ارتعش النبي صلى الله عليه وسلم وخاف خوفا شديدا من هذا الهول العظيم، لأنه رأى جبريل في صورته حيث غطه عليه الصلاة والسلام فقال اقرأ، والنبي يقول ما أنا بقارئ، فيقول اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، فيقول الله عز وجل له اقرأ باسم ربك، يقول ناقلا جبريل عن ربه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فنلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه بداية العلاقة مع الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم طبيعة هذا الوحي كانت تأتيه أحيانا بهذا الشكل، يأتي الملك بشكل مباشر ويتلقى عنه، وتارة يأتيه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ولكنه يأتيه الوحي في صلصلة جرس كما جاء في بعض الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة تكون المسألة عليه عظيمة جدا، أحيانا يكون جالس بين أصحابه، وأحيانا يكون راكب في راحلته، وأحيانا يكون ماشي، فتحصل له على كل النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الغيبة والهيبة، وحتى أحيانا تتعب ناقته عليه الصلاة والسلام. فكان على كل يتلقى الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي بشكل أحيانا مباشر من جبريل، وأحيانا تأتيه بهذه الصورة وصور أخرى على كل. لكن هذا التلقي من الله سبحانه وتعالى عن طريق جبريل كان هي الصورة التي ترسخت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت القرآن من خلال هذا التنزل. نخرج فاصل إن شاء الله ونعود إليكم بعد قليل، فكونوا معنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله في نزول القرآن الكريم وطريقة تدوينه. فذكرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه بواسطة جبريل ويتلقى القرآن، وفي بداية الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل الأمر، ولكن الله سبحانه وتعالى وجهه بقوله لا تعجل، بأن مسألة القرآن وجمع هذا القرآن وتفلت القرآن لن يفلت هذا القرآن، لأننا سنحفظ هذا القرآن ونحن نتولى حفظه، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذا تولى الله سبحانه وتعالى حفظه في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحفظ الأول كان في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك سنأتي إلى طريقة إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه للأمة. إذا هذا هو السند، النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام عن رب العالمين جل جلاله، وهذا طبعا السند الأعلى. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويبلغ ناس مباشرة، نزلت عليه آية، نزلت عليه آيتين، وطبعا أحيانا تنزل سورة كاملة، وأحيانا تنزل بعض الآيات، وأحيانا تنزل آيتين، وأحيانا تنزل آية واحدة. كانت هذه الطريقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بعد ذلك في تعليم ما نزل إليه، والسور طبعا يحدد له جبريل أن هذه الآية تابعة لهذه السورة، وأن هذه السورة تسبق هذه السورة، وهكذا كان جبريل عليه السلام يرتب، هو المعلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمه عن رب العالمين. وإنه
لتنزيل رب العالمين، يعني هذا الأمر من الله عز وجل، وبالتالي جبريل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الطريقة. نأتي إلى مسألة التدوين، والتدوين هنا نقصد بها مسألة الكتابة، كتابة هذا القرآن. القرآن الكريم أولا حفظه بأمرين، ننبه إلى أن حفظ القرآن الكريم بأمر. الحفظ الأول وهو الذي عهدته العرب، وكانت العرب تعرف يعني كانت مشهورة بالحفظ، وكانت تتلقى، يعني يأتي شخص ويلقي قصيدة كاملة فيها 100 بيت 150 بيت ويحفظها العرب ويتناقلونها، ما كان عندهم مشكلة أصلا كما هي، وهذه عادتهم لسهولة اللقى وقدرتهم على الحفظ وسلامة فطرهم، ما كان عندهم مشكلة في الحفظ. فكان إذا قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم السورة أو قرأ عليهم الآية والآيات فإنهم يحفظونها مباشرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها أصحابه. هذا طريقة الحفظ الأولى، وهي الحفظ في الصدور. الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الكتاب في صدور الرجال، في صدور الرجال حفظه، وإلى يومنا هذا سبحان الله مع وجود المصاحف. ولكن لو افترضنا أن والله تكالبت أهل الأرض وأحرقوا هذه المصاحف، فإنه في اليوم الثاني يمكن أن يكتب المصحف، لا مشكلة عند المسلمين، لأن هنالك آلاف مؤلفة من النسخ البشرية تتحرك بكتاب الله وتتلوها آناء الليل وآناء النهار، وهنالك من العلماء من يحفظه بالقراءات العشر، قراءات السبع، هذه كلها إلى يومنا هذا. فالحفظ سبحان الله الذي ذكره الله في كتابه بأنه كتاب محفوظ موجود إلى هذا اليوم. لكن تعالوا معي إلى التدوين. هل يعني دون المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو دون المصحف ما بعد ذلك؟ طبعا كثير من الناس أحيانا يقول لك والله حصل التدوين في فترة عثمان رضي الله عنه، وهذه الإشكالية طبعا إشكالية التدوين حاصلة كإشكالية وكشوفها أحيانا عند السنة، وحاصلة كذلك بالنسبة للقرآن، ولكن أقل. في القرآن قد تكون الصورة أوضح، لكن أيضا في مشكلة في قضية تدوين السنة وكيف تم تدوينها، وهل تم تدوين بعضها في عهد النبي أم لم يتم. هذه إشكاليات على كل مثارة. لكن بالنسبة للقرآن كان التدوين الأول لكتاب الله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا واحدا. لم يكن هنالك مشكلة في أن أهل الإسلام يقرون بأن القرآن كله كتب في عهده عليه الصلاة والسلام، لكن بطريقة ليس بطريقتنا التي نحن انتهينا إليها، يعني الطريقة الأخيرة. كان مثلا القرآن كاملا كل سورة على حدة كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا وقد كتب القرآن من حيث حفظ القرآن، سواء في صدور أصحابه أو في الأدوات المتاحة في ذلك الوقت. فكان المرحلة الأولى للتدوين هي مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حيث وجه النبي أصحابه لأخذ القرآن عن كبار المقرئين عنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ أصحابه، وكان هنالك نوعين من الناس، هنالك قراء وهنالك كتبة، يعني عنده مجموعة من الذين يكتبون، وهنالك الحفظ الذين يحفظون القرآن الكريم. فكان مثلا من أشهر حفاظ كتاب الله سبحانه وتعالى عبد الله بن مسعود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، خذوا القرآن من أربعة. عبد الله بن مسعود حيث بدأ به عليه الصلاة والسلام. طبعا عبد الله بن مسعود يقال بأنه كان يعرف كل يعني كتاب الله سبحانه وتعالى، كل آية في كتاب الله متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. يعني كان عبد الله بن مسعود من أعلم الناس بكتاب الله سبحانه. فالأربعة هؤلاء قال عبد الله بن مسعود عليه الصلاة والسلام، قال خذوه من عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. هؤلاء كانوا من كبار القراء الذين يحفظون كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أبي بن كعب مثلا من الذين كانوا يقيمون بالقرآن بالتراويح في عهد عمر بن الخطاب لحفظه ودقة حفظه. بالإضافة إلى الخلفاء الراشدين كانوا أيضا من الحفظة، الخلفاء الأربعة كانوا يحفظون كتاب الله. وقد تطورت أساليب حفظ القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واعتمدت طريقتين، فذكرنا حفظه في الصدور ونذكر حفظه كذلك في السطور، وهي من طرق جمعه حفظه كتابة، من طرق حفظه الدائم على مدار الأزمان. فقد تم جمع القرآن تدوينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال كتابة الآيات فور نزولها. النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما تنزل الآية كأن يستدعي كتبة الوحي ويكتب الآية التي نزلت عليه، فتكون محفوظة في صدره ومحفوظة في صدر من سمعها منه، ومحفوظة بعد ذلك في ما يكتب. تم جمعه تدوينا في عهد عليه الصلاة والسلام من خلال كتابة الآيات فور نزولها، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما نزلت عليه الآيات ينادي النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب الوحي أو أحدهم ويملي عليه ما يكتب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده يمنع كتابة غير القرآن،
حتى قال كما جاء في صحيح مسلم: لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. كأنما النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يحصل أي شكل من أشكال التداخل ما بين القرآن وما بين السنة مثلا أو الحديث، لأنه كان أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن المنزل طريا من السماء أن يكون كما هو. لأنه أحيانا بعض الكتبة قد يكتب مثلا الآية ثم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيكتب في حواشيه، فربما يحصل نوع من الاختلاط هنا أو هناك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمحو الناس كل شيء سوى القرآن، حتى يكون هذا القرآن هو مركزية التفكير، مركزية الثقافة، مركزية الانطلاق والحركة. بعد ذلك يذهب الناس إلى ما عداه، لكن الأصل هو هذا الموضوع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن لا يكتب عنه غير القرآن، مما ساعد على توفر العديد من النسخ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. وهنالك طبعا من عرفوا بأنهم كتاب الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عددهم كثير حقيقة، يقارب 44 شخص. يعني الذين كانوا عرفوا بكتبة الوحي كانوا ما يعني يقارب 50 شخص. هؤلاء كانوا يعرفون بأنهم كتاب الوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يضعون ما يكتبونه في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشهرهم يعني هؤلاء الكتبة عندما يكتبون كانوا يضعون ما يكتبونه في حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، أي في بيوته عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء الكتبة كان من أشهرهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وهو أول من كتب للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، حيث كان من القلة الذين يعرفون الكتابة، ولكنه طبعا مشهور عنه بأنه عرف بأنه ارتد عن الإسلام فوقف عن الكتابة لفترة وعاد إليها بعد ذلك بعد فترة، وهو حسنت توبته بعد ذلك وصار أيضا من خيار الصحابة الذين فتحوا طبعا جنوب مصر وشمال السودان. أيضا من الذين كانوا من كتاب الوحي عثمان بن عفان، ومن كتاب الوحي كذلك علي بن أبي طالب، وهو أحد الخلفاء الراشدين، وكان ممن كتب أيضا كثيرا. يعني علي بن أبي طالب من أكثر من كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أيضا من الكتبة أبي بن كعب بن قيس، وأبي هنا نجده من القراء ومن الكتبة، يعني كان يكتب وكان يحفظ. ونجد أيضا زيد بن ثابت، وهذا أيضا من أكثر الكتاب ملازمة للكتابة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك كان عمله الوحيد. هنا نلاحظ زيد بن ثابت إن شاء الله سيأتينا كيف أنه كان ممن كلف بعد ذلك بالكتابة والتدوين في عهد أبي بكر. ثم دون المصحف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وعبادة وأبي وأبو أيوب وأبو الدرداء، كل هؤلاء دونوا القرآن الكريم. صفة الكتابة طبعا في ذلك العهد لم تكن طبعا الأوراق بالشكل الذي هي عليه الآن، يعني لم تكن مسألة الأوراق وصناعة الورق بهذه الجودة التي انتهت إليها البشرية اليوم. كان على هنالك ورق موجود لكن ليس بهذا الانتشار، وبالتالي كان الصحابة رضوان الله أحيانا يكتبون على الجلود، وأحيانا يكتبون على الخشب، وأحيانا يتاح لهم ورق فيكتبون على الورق، أحيانا يكتبون على الثياب، وهكذا. يعني كان كل ما يتاح لهم من أدوات الألواح مثلا الألواح الخشبية، فكانت وسائط الكتابة أو الأدوات المستخدمة أدوات تقليدية عادية، ولكنها حفظت عموما ما كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المرحلة الأولى. فالمرحلة الأولى هي مرحلة النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية هي مرحلة التدوين في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. السبب في التدوين في هذه المرحلة هو أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما تولى الخلافة حصلت طبعا الحوادث الكبيرة فيما تعرف بحروب الردة. في هذه الحروب استشهد عدد كبير جدا من القراء الذين كانوا يعتنون بالقراءة والكتابة والتدوين، فاستشهد عدد كبير منهم. فألهم الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكرة التدوين والجمع بدل هذا الجمع المتناثر الذي هو عند عدد من الصحابة، ولكل صحابة قد يكون والله نسخة من النسخ، وقد تكون أحيانا بعضها موجود عند شخص ولا يتوافر عندهم الكل. فعلى كل جاءت فكرة أن يجمع الصحابة هذا القرآن من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فتحفظ أبو بكر الصديق في بداية الأمر. أبو بكر الصديق رأى بأنه والله يا أخي أنا كيف أفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وظل يشاور، وعمر بن الخطاب يراوده ويقول له هذا الأمر فيه خير، فيه مصلحة، فيه كذا. وحتى رأى أبو بكر الصديق أخيرا بأن هذا الأمر فيه مصلحة للدين. ومن هنا طبعا ستأتينا قضية النظر في المصالح والنظر في المقاصد الكلية،
وليس بلازم أن يكون التنصيص عن كل مسألة بعينها. فجاءت عندنا بعد ذلك في علماء الأصول موضوع علم المقاصد والمصالح المرسلة التي لها أصل كلي ولكن ليست لها أصل جزئي. فالأصل الكلي في القرآن الكريم أن يحفظ هذا القرآن وأن يتم الاعتناء به وأن لا يتم إضاعته وكذا. إذن هذا أصل كلي. قضية إنه والله يكتب أو لا يكتب هذه جزئية، فهي تندرج بشكل أو آخر تحت هذا الأصل الكلي، وبالتالي كانت جزء من المصالح المرسلة التي اهتم بها الصحابة. فأحضر أبو بكر الصديق زيد بن ثابت ليكتب، وهو كما ذكرت من أشهر الكتاب وكان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت مهنته الكتاب. كيف بدأ التدوين في عهد أبي بكر الصديق؟ كيف بدأ التدوين؟ وضع زيد خطة محكمة لمسألة التدوين وقضية الجمع، وذلك بأخذ ما كتب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبإملاء منه. جمع كل الأشياء التي كتبت بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته، وكان زيد أحد الذين كتبوا بطبيعة الحال. ثم بدأ بعد ذلك يجمع ويشهد على كل آية في كتاب الله شاهدين. الشاهدين يقول فيهما ابن حجر شاهد كتابي وشاهد قارئ، ويقول غيره لا، شاهدين عدلين. أي آية موجودة في الألواح أو مقروءة عند الناس لا بد أن يشهد عليها رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي في عهد أبي بكر الصديق جمع القرآن في مرحلة ثانية. الميزة ما بين هذا الجمع وما بين الجمع في صيغته الثالثة هو إن شاء الله هذه النقاط التي سنفرد لها أيضا حلقة خاصة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.